السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل رز بلبن القمر ده. يلا بينا ونقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معانا حطينا مية في حلة، ولما المية بتغلي نكون غسلنا كوباية رز. هنعمل كوباية رز واحدة، غسلتها كويس وحطيتها في المية بعد ما غليت. الرز بلبن ده انا عاملاه يعني من غير لبن، ما كانش عندي لبن، فانا كان نفسي اكل رز بلبن، فكان عندي بقى لبن جوز الهند اللي انا كنت عاملاه في فيديو قبل كده، ورحت عامله بيه الرز بلبن ده وطلع تحفه. ده بقى ايه، حاجه كده لما نكون من قريفين بالليل ونص الليل وعايزين ناكل حاجه حلوه، فقمت اخترعت الرز بلبن ده. هنا بصوا الرز استوى، سبته لما تشرب الميه خالص والرز اتهرى كده شويه. بس كده هنعمل ايه، هنجيب بقى كوباية لبن جوز الهند ده. بصوا اللبن مشبر الكوباية ما شاء الله عليه، دسم وجميل. ولبن وجوز الهند مفيد جدا طبعا، انا بحب جوز الهند جدا، حتى زيت جوز الهند تحفة ومغذي وبينبه الذاكرة للي بينسى بياكل جوز الهند. تمام، خلاص هنسيبها تغلي ويتشرب بقى اللبن. تمام، ولو عندك لبن عادي طبعا هتحطي لبن. يعني لما الرز يستوي كده هتحطي كوبايه لبن كبيره او كوبايتين. ولما يتشرب شويه يفضل يغلي هنحط له بقى ايه، انا عشان مش عامله بلبن فانا جبت معلقه سمنه بلدي كده حلوه ورحت حطاها. دي سمنه بلدي بس بقى يا جماعه عشان كده صفرة. لو عندك حته قشطه تمام حطيها برضو، ولو انت عامله بلبن دسم بقى خلاص مش لازم ولا سمنه ولا قشطه، بس انا قلت انكهه كده اخليه دسم شويه، وطبعا معلقه السمنه بتدي طعم لاي حاجه. بس كده هيتشرب شويه ال اللبن وياخد ويدي كده مع الرز وتحسوا ان هو اندمج مع بعضه. هنعمل بقى ايه، هنجيب معلقه واحده نشا بس، ومعانا حبه لبن من انا سبت يعني ربع كوبايه لبن جوز الهند كده او نص كوبايه. هندوب فيها معلقه نشا اهي، معلقه نشا واحده هنحطها عشان بس الرز بلبن يلف ويبقى قوامه كريمي كده وحلو. تمام، بس كده نفضل نقلب شويه، هيغلي شويه مع بعضه برضو عشان النشا بس تحس ان هو استوى. بس كده نحط بقى دول حبة فانيليا كانوا عندي، مكانش عندي اللي هما فحطيتهم. طبعا الفانيليا بتدي ريحة كده للرز بلبن جميل، اللي مش عايز يحط بلاش، بس فعلا الفانيليا بتديله ريحة جميلة. خلاص كده هنحط كوباية سكر، اللي بيحبه مسكر بقى يحط اكتر. هو كده انا حسيت ان هو كويس، انا حطيت كوبايه سكر عشان هي كوبايه رز واحده، فهي كوبايه الرز في كوبايه السكر كويس قوي، كويسه قوي حلوه ومعتدله كده. واللي عايز بقى مسكر اكتر بيحط. انا هنا كنت بدوق عشان لو عايز سكر، فانا لقيته سكره معقول فمرضتش احط سكر تاني. واللي عايز يزود سكر ده السكر المظبوط، اللي بيحب السكر زياده يا جماعه يحط سكر اكتر من كده. بس كده يا دوبك بس السكر يدوب وياخد غلوتين مع الرز. او الرز بلبن ما بياخدش وقت خالص، يا دوبك بتحطي الرز يستوي، تحطي اللبن يتشرب شويه، وبعد كده تحطي السكر. تحس ان هو السكر خلاص داب واندمج مع الرز. خلاص بنطفيه وهنغرفه ان شاء الله دلوقتي قدامكم، وهتشوفوا اجمل رز بلبن من غير لبن بلبن جوز الهند. الجيش قالك اتصرف، يعني احنا ما عندناش حاجة بنتصرف، ما عندناش لبن هنعمل ايه؟ نتعلم. اللي الشاطرة بتعمل اي حاجة في بيتها. يعني ولادك بالليل وعايزين ياكلوا اي حاجة، وانت ما عندكيش لبن وعايزين ياكلوا رز بلبن، لا هاتي كوبايه جوز الهند ونقعيها ساعتين في ميه سخنه واضربيها في الخلاط،
وبعد كده صفيها، هيديكي لبن وجوز الهند، وتقدري تعملي، وليه نكهه وليه طعم جميل. هتقدري تعملي بيه اي حاجه. بس كده. بصوا قوامه كريمي ازاي، اللي يشوفه ما يقولش ان هو من غير لبن يا جماعه، ده لبن، ولبن طبيعي جوز الهند، وطعمه تحفه، طعم حكايه بصراحه. جربوه وقولوا لي رايكم فيه، وما تنسونيش باللايك وكومنت حلو زيكم كده يا امارات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واختراعاتي تكون بتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. و... واتمنى يا رب يكون كده بفيد الناس بحاجات اللي انا بنزلها، والبنات البنانيت اللي لسه عرايس جداد يتعلموا مني. ان شاء الله اي حاجة. وكده كانت طبقنا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب يا رب يا رب انول اعجابكم. كل عام وانتم بخير، بمناسبة عيد الاضحى المبارك. والعشرة دول يا ربي الدعاء فيهم حلو، ادعوا كتير. واللي ما بيصومش يصوم، واللي مش قادر يصوم يصوم وقفة عرفات. وعلموا ولادكم ان هم يدوا ويتصدقوا، وايام دي حلوة للدعاء يا ولاد. ادعوا كلكم. واشوفكم في فيديو جديد يا بنات. وما تنسوش، بصوا بقول لكم ما تنسوش اللايك. حقيقي حقيقي الرز بلبن ده تحفة، جربوه. يلا سلام عليكم.